اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم متابعيني عاملين ايه؟ النهارده يومنا سمك ان شاء الله. جايلكم بسمكه قشر بياض. دي الراس بتاعتها انا منضفاها، وانا اللي منضفاها هنا. لو انتي منضفاها عند السماك، لو انتي شاريها من عند السماك ومنضفاها لك بيقطعها نصين، انما انا هنا ما اتحكمتش كويس، فعلى قد ما قدرت فيها يعني. الراس دي انا هعملها معاكم النهارده شوربه، اوريكم بتتعمل ازاي. لو انت جايبه السمكه من عند السماك بيقطعها الراس، بيقطعها نصين، ولو بيخليلك السمكه بتاخدي الراس مع السلسله بتاعت السمكه وبتعملي بيهم شويه شوربه، بيبقوا في منتهى الجمال. انما انا اللي عاملاها هنا بصراحه، وهي كان ما شاء الله حجمها كبير، ما اتحكمتش قوي فيها، فعلى قد ما قدرت. وهي اللي ما شاء الله هي اللي كانت السبب في تعويره ايدي صباعي، فقدر الله ما شاء فعل. فان شاء الله النهارده هنقلي السمك وهنعمل الراس دي شوربه بالبصله مفرومه وبصله خضراء دي مفرومه، بتدي نكهه جميله في الشوربه. دي التكه بتاعتي في شوربه السمك. البصله الخضراء دي هنحطها على شوربه راس السمك بس لما تقرب في السوا. دي التكه بتاعتي بتدي نكهه جميله للشوربه. ومعانا دقيق لآلية السمك. والسلطه طبعا كلنا حبايبي عارفين ان السلطه مش محتاجه تعريف يعني، عادي. قطعتها وعامله رز بطماطم جنبها. عايزه تعملي رز صياديه اعملي، بس اللي طالبها مني بصراحه طالب بالرز بطماطم وعايزها مقليه. ممكن اصلا تعمليها صينيه، بس هو طالب ان هي تبقى مقليه. فعلى النار بقى نعمل شوربه السمك. حطين حله كده على النار، حطي فيها بس معلقه زيت، ننزل بالبصلايه المفرومه وتوابلنا في السمك، ملح وكمون وكزبره، لا اكتر ولا اقل. نشوح البصله كده على خفيف زي ما حضراتكم شايفين. هنجيب السمكه كده نشوحها، هي كانت سمكيه واحده نشوحها. تعمل شوربه بصراحه في منتهى الجمال طبعا. دي كتة السمكه الفطاريش بتاعتها كانت صغنونه، نحطها برضو، مش اي حاجه يا جماعه. نشوحناها يا حبايبي مع بعض اهي. احنا ننزل بقى بالميه كده نزلت بالميه ادي كوبايتين بس، ما نكترش الميه يا حبايبي. هنزل بالملح نص معلقه صغيره كده، وربع معلقه صغيره كمون، حاجه كده، وربع معلقه صغيره كزبره ناعمه. تغلي معانا السمكه دي يا جماعه. بالمناسبه سمكه نضيفه جدا، انا لو ما كانش صبعي اتعور وانا بعملها كنت وريتكم طريقه تنظيفها. قلبها من جوه ما فيهوش اي حاجه خالص غير دهن بس وحتتين البطروخ الصغيرين دول. يعني ما شاء الله سمكه في منتهى الجمال. تاكلوها وانت مطمنه. وقشر بياض طبعا كلنا عارفينه ان هو لحمه بيبقى ما شاء الله مسكر وحلو. هي السمكه طبيعتها بتبقى مدهننه، الدهن فيها عالي، حتى ما فتحتها من جوه كان فيها دهن كتير. فهي ان شاء الله الاكله النهارده تعجبكم ان شاء الله وتجربوها. اتمنى ان انتوا تجربوها، وما تعجبكم ان شاء الله تعملوا لي لايك وشير واشتراك في القناه. يا حبايبي غليت معايا خلاص استوت. هنزل بقى بالبصله الخضراء دي، تخلي نكهه الشوربه جميله جميله، تخلي طعمها حلو. ممكن تعملوا الوصفه دي في القراميط، اللي بيحب القراميط يعمل الوصفه دي. هنتبل السمكه دلوقتي يا حبايبي عشان نقليها. معانا دقيق هنبهره، معايا معلقه صغيره ملح، نص معلقه بابريكا، نص معلقه كزبره، نص معلقه كمون. نبهر بالدقيق، نخلط كده التوابل مع الدقيق كويس. هنزل لكم صورة السمكه دي يا حبايبي في اول الفيديو. هي حجمها ما شاء الله كبير، الف انا وشوفها يا رب اللي طالبها. والسلطه يا حبايبي انا مخلطاها وجاهزه اهي. ما نحطش الدريسنج لها الا ساعه الاكل. نعفر السمكه كده بدقيق كويس، نتبلها كويس بدقيق، نضفها كده. السل بتاعها هي مفيهاش سل كتير، بس اللي هي سلسلة الضهر دي ما شاء الله يعني ناشفة قوي بصراحة. ادي الرز يا حبايبي جاهز معانا. شايفين وصلته ازاي؟ رز بطماطم
دي كانت اكلتنا النهارده معاكم يا حبايبي. شايفين السمك دايب مش مستحمل، زي ما قلت لحضراتكم هو بيبقى سمين دسم جدا. يا رب يكون الاكله النهارده عجبتكم، وبألف هنا وشفا، وبألف هنا وشفا على القلب اللي هياكل. ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه. شفتوا السمك كان دايب معانا ازاي؟ ودروسه بطماطم، والراس اللي انا عملتها معاكم ما بتاخدش سوا، هي زي ما قلت لحضراتكم كده، وشربتها في منتهى الجمال. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.